السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة تاريخ يروى. من هيئة العرب ورد في ذكر أخبار طويس، وهو عيسى بن عبد الله، وكنيته أبو عبد المنعم، وغيرها المخنثون فقالوا أبو عبد النعيم. وطويس لقب غلب عليه، قيل اسمه طاووس مولى بني مخزوم، وكان أيضا يلقب بالزائر، لأنه قد تغنى بأغنية هي مطلعها قد دراني الحب حتى كدت من وجدي أذوب. وهذا أول غناء غناه، وهزجه. وقد ضرب المثل به في الشؤم، فقالوا أشأم من طويس، لأنه ولد يوم ممات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفطم عن الرضاعة يوم ممات أبو بكر رضي الله عنه، وختن يوم ممات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتزوج يوم قتل عثمان رضي الله عنه، وولد له يوم ممات علي رضي الله عنه. وكان مخنثا أحول طويل. قيل أنه ولد ذاهب العين اليمنى. كانت أمه تمشي بين نساء الأنصار بالنمائم، يعني النميمة. وطويس أول من صنع الهزج والرملة في الإسلام. كان ظريفا عالما بأمر المدينة وأنساب أهلها. حكى الأصبهاني قال: كان بالمدينة مخنث يقال له النغاشي، فقيل لمروان بن الحكم إنه لا يقرأ من كتاب الله تعالى شيئا، فبعث إليه فأقرأه أم الكتاب، يعني طلب منه أن يقرأ الفاتحة، فقال: والله ما معي بناتها، أو ما أقرأ البنات، فكيف أقرأ أمهن؟ فقال: أتهزأ؟ لا أم لك. فأمر به فقتل ببطحان. وقال: من جاءني بمخنث فله 10 دنانير. وفي الختام أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تبخل بالاشتراك في القناة والضغط لايك ونشر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.